ازاي ابدا اتعلم اللغه الانجليزيه؟ وهل احفظ كلمات كتيره ولا اركز على القواعد؟ طب في حاجات معينه محتاج ان انا اركز عليها ولا اخد كورس واريح دماغي؟ كل الحاجات دي واكتر هنجاوب عليها في الفيديو ده. يلا نبدا. انا محمد اسامه من قناه انجلش ويز اسس. حابب اقول لك في البدايه ان تعلم اللغه الانجليزيه هو استثمار في حق نفسك انت في المقام الاول. لان تعلم اللغه الانجليزيه دلوقتي ما بقاش رفاهيه. ما بقاش انا والله ممكن اخد لغه انجليزيه واتعلمها او لا. لا، لازم تتعلم لغه انجليزيه. مش محتاج اقول لك ان تعلم اللغه الانجليزيه هيساعدك في ان انت تسافر، او ان انت تلاقي وظيفه احسن، او ان انت تحسن كمان من الوظيفه اللي انت شغال فيها دلوقتي. غير كمان كل ده ان انت لو عايز تتواصل مع اي حد على كوكب الارض لازم تتواصل معاه باللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه هي اللغه الرسميه دلوقتي على كوكب الارض كله. اي انترفيو دلوقتي عشان تعمله في اي وظيفه اول سؤال هيسالوا لك can you please introduce yourself in English. تمام، خلي بالك بقى ان اغلب الناس وهم بيتعلموا اللغه الانجليزيه في البدايه بيتعلموها بطريقه غلط. وده السبب اللي بيخلي اللغة الإنجليزية هي عقدة لأغلب الناس وهم بيتعلموها. فمش بيحسوا بأي تقدم في مستواهم، ولا كمان بيحسوا بالثقة وهم بيتكلموا. وعشان كده أنا هنا عشان نتعلم اللغة الإنجليزية مع بعض من الصفر بطريقة صحيحة، عشان تقدر تكمل الرحلة بتاعتك في تعلم اللغة الإنجليزية بكل ثقة وتحس بتقدم في مستواك كل يوم. ودي الحلقة الأولى من تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر، وإن شاء الله في السلسلة دي هنتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة عمرك ما جربتها. وبالنسبة للأسئلة اللي احنا سألناها في أول الفيديو هنجاوب عليها ان شاء الله في اخر الفيديو، فخليك متابع معايا للاخر. انت مش محتاج مني ان انا اقول لك نطق الحروف من الاول خالص، لان انت بالتاكيد سمعتهم من مليون شخص قبل كده. انا بس هركز على اغلب الحروف اللي انا بسمع اغلب الناس بينطقوهم بطريقه غلط، وكمان بيخلطوا ما بينهم وما بين حروف تاني. اول حرفين هنتكلم عنهم هو حرف البي وحرف البي. لازم تبقى عارف ان الاثنين دول نطقهم مش زي بعض تماما. بالنسبه لحرف البي عامل عندنا في اللغه العربيه زي حرف الباء اللي هو الب، فبنقول بي عادي زي اكنه بنقول في اللغه العربيه باء او ب، فبنقول بي. يلا قول ورايا كده بي. وهتعرف الصوت بتاع حرف البي لما تحط صباعك الاتنين دول، هنحطهم هنا في منطقه الاحبال الصوتيه. قول بي اللي هو الصوت بتاعه ب ب بوك با بوك. حسيت بالزنه اللي موجوده هنا في منطقه الاحبال الصوتيه؟ هو ده بالظبط نطق حرف البي. انما بقى حرف البي هنحتاج معانا منديل عشان نتمرن عليه. حرف البي بيكون فيه هواء طالع من الفم عكس حرف البي. ده بقى البي اللي احنا بنسميها البي التقيله بقى، او اللي هي الابر بي. اوكي، فاحنا بنقول بي. شفت المنديل وهو بيطير؟ بي بي اللي هو الصوت بتاعه با با با. لازم تتمرن معايا، الموضوع ده ما فيهوش هزار، لازم تتمرن معايا. يلا قول معايا plan plan. طبعا احنا بنبالغ شويه في نطق الحرف. انت اكيد لما تيجي تتكلم مع شخص مش هتنفخ في وشه كده، ولكن في اول اي حاجه لازم ان انت تبالغ في استخدام الحاجه دي لحد ما توصل تبقى سهله بالنسبه لك، فما تحسش بالمبالغه دي وانت بتستخدمها. فعشان كده لما بنيجي نبالغ في الاول بنقول p plan up up pig. يبقى يلا بقى نعمل مقارنه ما بينهم. عايزك تقول ورايا big pig big pig b b p p b p ball ball pineapple pineapple ball pineapple. لو حسيت ان هم لسه ما جوش معاك ما تقلقش، هنتمرن عليهم كتير جدا في الحلقات الجايه، ولكن ممكن تعيد الجزء ده لو حسيت ان انت تايه فيه شويه. تمام. الحرف التاني بقى اللي بشوف اغلب الناس بتتلخبط فيه هو الحرف ده. الحرف ده اسمه اف. اف فيها في الاول كده صوت الأ. اف ما بنقولش اف. اف دي اللي هي الكلمه دي اللي هي معناها اذا او لو، مالناش دعوه بيها دلوقتي. احنا بنتكلم ان هي اسمها اف، وده الصوت بتاعه. فبنقول مثلا fish flag fish flag. ده صوت حرف الاف. بعدها عندنا صوت حرف الH. H الحرف اسمه H مش H. الاتش ده اللي هي الحكه بنقول عليها H، انما الحرف اسمه H H H. وبالتالي الصوت بتاعه بيعمل زي كلمه hello hello or hi hi hello hi. الصوت اللي بعد كده هو صوت الحرف ده. الحرف ده اسمه J
جاي، مش جاي، مش جاي بس، لا، تحس ان في صوت في الاول كده، دي خفيفه كده، فبنقول جاي. جاي. تعالى كده نجيب حرف الجاي مع حرف البي ونقول جامب. 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 جامب اللي هو يقفز. في مجموعه حروف بقى الناس اغلبهم بيكسروهم زي مجموعه الحروف دي. الحرف ده اسمه حرف الام. ام في صوت الآ في الاول كده، ما تكسروش، ما تقولش ام، لا، اسمه ام. وبالتالي الحرف ده اسمه ان. ان مش ان. ان دي حاجه تاني، دي حرف جر ان، ولكن الحرف ده اسمه ان، وبالتالي الحرف ده اسمه اس. اوعى تكون قلت اس. اس. وده اكس. اكس مش اكس. 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 الحرف اللي بعد كده هو حرف ال L. مشكلة الحرف ده ان احنا عندنا حرف مشابه ليه في اللغة العربية وهو حرف اللام، ولكن هما الاتنين مختلفين تماما عن بعض. حرف اللام، احنا في حرف ال L بنفتح الفم فتحة اكبر من حرف اللام شوية، فبيقول L. L. خلي بالك ان اللسان هيكون عامل وضع المعلقة كده شوية، وهيكون لامس الطرف العلوي للأسنان اللي هي المنطقة دي، فهنقول L. شايف اللسان لامس الطرف العلوي للأسنان، فبنقول L. L. زي كلمة lime. lime. أو كلمة lime. 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 حرف كمان من الحروف اللي عاملة مشاكل لكل متعلمين اللغة الإنجليزية هو حرف ال R. مشكلة الحرف ده إن إحنا برضو عندنا حاجة مشابهة ليه في اللغة العربية وهو حرف الراء، زي مثلا كلمة رامي مثلا، رامي. فالراء عندنا اللسان بيبقى فيه رفرفة كده، فبنقول رامي. رامي. يجري. فاللغة الإنجليزية ما فيهاش الرفرفة دي، ما فيهاش حتة الرفرفة دي، ما ينفعش أقول رابت، ما ينفعش. طيب حرف الآر فكرته إن هو بيبقى ليه 3 مواضع. ممكن يكون موضع في أول الكلمة، ممكن يكون في نص الكلمة زي كده مثلا كلمة term. term. أو ممكن يكون في آخر الكلمة زي مثلا كلمة mother. mother or brother. sister. مش هتحس الفرق ده غير لما تتمرن عليه كتير، هم قريبين من بعض جدا في النطق ال3 مواضع. ولكن فكرة في حرف الآر إن بنخلي اللسان، لو احنا عندنا فك علوي وفك سفلي، فحرف الآر اللسان بيكون هنا tongue، بيكون هنا، بنحاول ما نخلوش يلمس الفك العلوي هنا. ركز معايا، وممكن تعملها في منطقة الفم عندك وانت بتتمرن معايا دلوقتي. ده حرف أو ده اللسان، فهنقول R. R. خلي بالك إن اللسان ما لمسش الفك العلوي للأسنان، ملاحظ معايا؟ طب هو صعب عليا جدا في الأول، ممكن في الأول تخلي اللسان يلمس الفك العلوي بتقول R. ده في الأول، بس مع التمرين أنا مش عايزك تجيب اللسان هنا، ما تقولش R، لا قول R. R. وما تقلقش، هنتمرن على الحرف ده كتير جدا. ممكن تكتب لي في الكومنتس لو حاسس إن إحنا محتاجين حلقة منفردة عن حرف الR اللي هو فعلا طويل شوية. آخر حرف بشوف الناس بتتلخبط فيه هو حرف Z. خلي بالك ان هو ليه نطقين، نطق امريكي وده اللي احنا هنستخدمه عشان احنا بنتعلم باللغه الامريكيه او باللهجه الامريكيه، هو حرف الزي. زي. في البريطاني بيقولوا عليه زاد. زاد. زي. زاد. فخليك في السهل خالص وقول زي. تمام. ده بالنسبه لاغلب الحروف اللي انا بشوف اغلب الناس بتتلخبط فيها. ولو انت حاسس ان في حرف تاني محتاجين ان احنا نركز عليه، ممكن وانت بتعمل لايك تكتبه لي في الكومنتس عشان نركز عليه في الحلقات الجايه. في حاجه كمان في الحلقه دي محتاجين نركز عليها، وهي ضمائر الفعل. او سيبك من الاسم الرخم ده اللي هم بيسموه subject pronouns. subject pronouns. انا مش محتاج الاسم في حاجه، الاسم هيلخبطني وهيحسسني ان اللغه الانجليزيه متعقده. سيبك من الاسم، مالكش دعوه بيه دلوقتي. تعال نقولهم الاول عشان نخليهم سهلين جدا، يعني نكسرهم كده. ايه هم؟ ال I, he, she, it, we, you, they. دول بنسميهم ضمائر الفعل او subject pronouns. اقول لك بقى على تريكات صغيره هتخلصك من حته الضمائر دي خالص او pronouns. لازم تبقى عارف ان الناون يعني اسم. noun اسم. pronoun يعني ما ينوب عن الاسم او ما يحل محل الاسم. بمعنى اصح، انا اسمي محمد، فلما اجي اتكلم عن نفسي ببقى بقول انا يعني I. طيب معناها ان انا ما بحبش اكرر اسم تاني او اسم الشخص تاني. يعني مثلا على سبيل المثال انا عايز اقول احمد يذهب الى المدرسه، احمد ياكل الطعام، احمد يلعب في الحديقه،
انا مش كل شويه هقعد اقول احمد احمد احمد، لا انا هقول هي. اللي بينوب عن احمد هو يذهب الى المدرسه، هو يلعب في الحديقه، هو ياكل الطعام. فاقول he goes to school he goes to school وهكذا. نفس الفكره ما ينوب عنها she is beautiful she is beautiful. ما ينوب عنه او عنها ولكن غير عاقل it. فاقول مثلا it is a dog it is a dog or it's a dog. طب ما ينوب عن نحن we are a big family we are a big family. ما ينوب عنهم هم they are beautiful they are beautiful. ما ينوب عنك انت او عنكم انتم، فبنقول انت you are beautiful you are beautiful. او ممكن انت تتعامل معاملة الجمع، مش بنقول انتم، غير مثلا بنقول yours مثلا، لا بنقول انتم بيو بالضمير you، فبنقول you are beautiful. تعالى بقى نجاوب على الاسئله اللي احنا قلنا هنجاوب عليها في اخر الفيديو. هل القواعد مهمه؟ جدا جدا. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك والله ما تتعلمش اللغه الانجليزيه وما تتعلمش قواعد اللغه الانجليزيه، ده انت لو استخدمتها كده هتلاقيها سهله جدا. لا، بيضحك عليك، لازم تدرس القواعد. يعني بالعربي كده خليك معايا، هل هتقدر تبني مبنى وانت مش عارف هتطلعه ازاي؟ ما ينفعش. لازم تحط الاساس، لازم تعرف ان قاعده المضارع البسيط، مثلا انا عشان اقول حرف الاس في الكلمه او في الجمله لازم يكون حاجه غائبه. فمثلا مثلا he goes to school، فبعد الهي والشي والات او المفرد لازم احط مثلا في الفعل اللي بعده حرف الاس او صوت الاس، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه بتاعت المضارع البسيط. فانا لو ما عرفتش ده انا هعرف استخدمه ازاي؟ مستحيل. فبالتالي استخدام القواعد لازم اكون على الاقل قرات القاعده وفهمتها، ما حفظتهاش. لو حفظت القاعده هتنساها ومش هتعرف تستخدمها. لازم تفهم القاعده وبالتالي تطبق عليها في محادثات انت بتستخدمها في يومك الطبيعي، وبعدها القاعده مش هتتنسي. يبقى لازم تعرف القاعده، استخداماتها، ازاي اسال وانفي بيها، واستخدمها في محادثه من المحادثات العاديه اللي بستخدمها كل يوم. النتيجه عمرك ما هتنساها، مستحيل. فبالتالي احنا ده اللي هنعمله ان شاء الله في حلقات الجرامر ان شاء الله لما نتكلم عن الازمنه او كل حاجه تخص القواعد. السؤال اللي بعد كده، هل انا محتاج اخد كورس ولا مش محتاج؟ هنا بيختلف من شخص للتاني. في شخص يقول لك والله انا بحب اكون ملتزم مع شخص معين، يعني محتاج ان انا انزل من مره لثلاث اربع مرات في الاسبوع، اروح مكان مثلا معين اخد فيه كورس، فبالتالي اكون ملتزم بمحاضرات، ملتزم بسيشنز، ملتزم بهوم ورك انا هحله في البيت وهروح اجاوب عليه. وفي واحد تاني يقول لك لا انا بحب اكون قاعد في البيت وبحب اخد حتى محاضرات اونلاين وبرضه اكون مع تيتشر فيس تو فيس واتعلم منه، ده برضه تمام. في واحد تاني يقول لك والله لا انا بحب اكون قاعد مع نفسي، اذاكر مع نفسي، ما احسش بضغط ان انا ملتزم بهوم ورك او ملتزم بشخص انا لازم احضر له المحاضره دلوقتي وافتح اقعد معاه ساعه او اتنين او تلاته. فبالتالي الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني. طب رايي انا الشخصي ان انت مهما تكون بتتعلم في اعظم مكان على كوكب الارض، لو انت مش بتذاكر وبتراجع الحاجات اللي انت بتاخدها بلح، خلاص مش هتستفيد منها باي حاجه. ايه الدليل؟ ان انت دلوقتي لو ما راجعتش الحاجات اللي احنا قلناها النهارده في الحلقه، سواء كانت على الحروف او الضمائر، هل هتعرف تستخدمها؟ مستحيل مستحيل. فبالتالي ان انت تتعلم الحاجه وان انت تدرسها وان انت تراجع عليها وان انت تطبقها وتستخدمها، هو ده الصح. سواء كنت بتتعلم مع نفسك او بتاخد كورس اونلاين او اوفلاين او بتتعلم مع اعظم مدرس على كوكب الارض، صدقني عمرك ما هتعرف تتعلم الا اذا كنت بتذاكر وبتطبق وبتمارس اللغه الانجليزيه. اصل دي لغه مش مذاكره هروح احلها في الامتحان وامشي، لا دي لغه انت لازم تستخدمها كل يوم. اخيرا بقى وليس اخيرا، حابب اسمع ارائكم واقتراحاتكم. انا دلوقتي بشر زيكم، فبالتالي عمري ما هعمل عمل كامل، خلينا متفقين، ولكن بنحاول ان احنا نوصل لشبه الكمال بالاقتراحات بتاعتكم وبالاضافات والتعديلات اللي احنا ممكن نضيفها للكورس. الاقتراحات والتعديلات دي انا هسمعها كلها واحاول اطبقها ان شاء الله لو متناسبه مع المسار بتاع الكورس والخطه اللي انا ان شاء الله حاططها عشان نوصل من البدايه لاحتراف في تعلم اللغه الانجليزيه. فاوعى تبخل ان انت تدي نصيحتك او ان انت تدي اقتراحك في الكورس ده. صدقني انا بسمع كل الاراء وبرد على كل التعليقات. فاكتبي في الكومنتس دلوقتي كنت عندك اقتراح معين او راي معين ممكن نضيفه للكورس او نعدله في الكورس. ما تنساش بقى تعمل لايك وتكتب لي كومنتس، هكون مبسوط جدا وانا بسمع ارائكم واقتراحاتكم. ما تنساش كمان تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده انا هنزلها. يلا اشوفكم على خير.